تحية لك يا جنرال آدم جنة. لو عندك كلمة وهي نصيحة للشباب ده، بالأخص الجوط الحمد لله هو الموضوع انتهى، لكن برضو نسمع منك. والتحية والله يا لكل اخي، الرفاق في يا اخي الميدان. النجيب من كيف كتر خيرك. والله انا حاجه نقوله ما في، انا حاجه تتمنى الحمد لله اي حاجه انتهت والمولود كده تقازمت، وما في حاجه عشان الناس يقولوا يعني حاجات ده كله شايفينه في زي انتم ما شايفينه. امور كله جديد يعني طبيعي جدا يعني، امور ما في حاجه عشان الناس يقولوا، ولا ما في حاجه جديده عشان الناس يعلقوا يعني. وده النقطه المهمه. والنقطه الثانيه، وانا شايف الشباب هو اصلا ناس وارين يعني رسوله خفيف كده يعني، يعني أقل ده بخسروا بخسروا نفوسهم وبخيروا المسار القوة كان ماشيين فيه. لكن أنا نتمنى من الشباب بتاعنا الشعب السوداني كله، أنتم مسار الماشيين فيه يعني مساركم ما طاهروا كانت هو بين الساعة وبين الخلط. أنتم ناس والله وناس يعني فاهمين وناس عاقلين، لابد تفوق بين الساعة وين وبين الخلط وين. واننا كم اتلفنا كم كورنا في الميديا ولا كم قعدنا في حوالي الكرابيس يعني ما استفدنا مننا حاجه يعني، ادونا بيستفيد منا يعني حاجاتنا المعلومات بتاعنا اكثر من الاكثر. وانا نتمنى من الشعب السوداني ومن الشعب السوداني وشباب المنشطين في عنده صفات الكبار، ناس يعني ما كلف الامور يقفوا يعني في قلب راجل واحد. واذا كان قلنا أن نقول الله وطن، وأن نقول الله وطن والله وطن، وأن نقول القومية تنتصر والجيش واحد الشعب والزمان بداية الحرب نقوله ده يا جماعة. هسه بدأ مسؤولين نفس الطريق ده، لكن طريقات وريد بتاع شماشة كده تمسكوه بتاع فلان قال لي أنان قال لي والله فلان وعلان ما شايفيني دون ولا بشبونا ولا ما عندنا لو شانا فلان وعلان ده. عشان كده يا شباب بالله من فضلكم برجوكم انا ما شايفه، انا ما شايف حاجه، لكن ونقول كمان بعد ما شايف ده نقول بعيد من العنصريه وبعيد من المشاكل الجانبيه ده ما بشبهكم يعني. انا اللي خطر عني ماشيين فيه ما بشبهكم يعني ابطال ده. عشان كده وانا ده رسلت لكم ناس مقابر بيسلم عليكم يا جماعه. وبعدين تسلم يا جنرال، يا أخي. ربنا يحفظك كده تسلم ان ويعينكم شاء إن الله. شاء الله، ان شاء الله. ونشوفكم دائما منتصرين ومتقدمين. يعني التحية ان لكم. شاء أسير من المجموعة دي بالتحديد، المجموعة بتاعت مستر هجوم، أتحداك منذ بداية الحرب حتى الآن تلقى واحد منهم متأثر إطلاقا. يا شهيد يا منتصر، ده قانون. ربنا يرحم ناس حنتا وناس حري والشباب اللي استشهدوا دول كلهم في تحرير بارا وفي معارك بتاعت أبقوت وغيرها من المعارك. ربنا يرحم كل الشهداء ديل. لكن ديل يا جماعة ما في حاجة اسمه يعني الناس بتراجع ورا ناس ربنا يعني وهبهم الملكة بتاعت القيادة، ناس شباب. يعني هسه أنا ممكن آدم جنة ده عمريا ممكن أكون أكبر منه ذات، لكن من حيث الهمة والشيء اللي انت بتشوفه والشيء اللي بيقدموه في الشعب السوداني، انت تقول ممكن الله ده عمره 50 40 سنة. والله العظيم يا جماعة ناس أعمارهم آه وتلقاهم 20 25 3 كلهم شباب يعني. قلت لك عمريا يا جماعة ممكن يكونوا أصغر مننا في العمر، لكن الشيء اللي قدموه في المعركة والشيء اللي قاعد يقدموه انت تجي ويجي في جنبك تقول والله ده عمره 40 سنة. وانا نازل عشرته تمام وناس اصحاب واهل واصدقاء، فاعرف انا بقول في شنو يعني.